المغرب حصل على تقدير ديال تقريبا 2% باش يربح كأس العالم، ولكن قبل ما تقول غير 2% خاص تسمع باقي الارقام. حسب اوبتا، واحد من اقوى الجهات في العالم ديال تحليل الداتا في الكره، المغرب ماشي غير داخل للمونديال باش يشارك. اوبتا كتجمع الارقام، كتقرا مستوى المنتخبات، الفورما ديال اللاعبين، النتائج، المسار وحتى قوه المنافسين. ومن بعد كاين واحد الحاسوب ديال التوقعات كيعاود يلعب كأس العالم آلاف المرات باش يخرج شحال عند كل منتخب من حظوظ. ودابا النتيجه، المغرب عنده تقريبا 89% باش يدوز من المجموعه، وعنده حوالي 10% باش يوصل حتى للنصف النهائي. اما حلم اللقب فعطاوه تقريبا 2%، رقم يقدر يبان لك صغير، ولكن ملي كنقارنوه مع ديال قطر 2022 هنا كيبان الفرق، حيت في ذاك الوقت المغرب كان شبه خارج الحسابات والتوقعات ديالو كانت ضعيفه بزاف. ومع ذلك شنو وقع؟ المغرب مشى وكتب التاريخ، داز من مجموعه صعيبه، خرج منتخبات كبار، وصل لنصف النهائي كاول منتخب افريقي وعربي يديرها. يعني اليوم 89% للمرور من المجموعه، 10% لنصف النهائي، و2% للقب. هذا الشيء ماشي غير ارقام، هذا الشيء رساله واضحه ان المغرب ولا منتخب كيتحسب ليه الف حساب، ما بقاش داخل كمفاجاه، بل داخل كمنتخب عنده قيمه وعنده جيل قادر يوجع اي خصم. ولكن حنا عارفين مزيان باللي هذه النسب ما كتعنيش ان المغرب ضمن شي حاجه، وما كتعنيش حتى ان الحلم بعيد، هي غير توقعات مبنيه على المعطيات الحاليه. اما في المونديال التفاصيل الصغيره بحال الاصابات، الفورما، اللحظات الحاسمه كلها كتقدر تبدل كل شيء، وهذا الشيء بالضبط علاش كره القدم كتبقى ممتعه.